أيمن حسين العراقي نجم المنتخب العراقي ينصاب بالملعب العراقي ويتعالج بالكويت. رغم تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم ويا مستشفى أهلية بالبصرة، حرنا بأيمن حسين، لأن أيمن حسين اللي منتجي عليه الشعب العراقي كله ما يقدر يتعالج بالعراق. أحمد الموسوي عضو اتحاد كرة القدم يصرح ويقول إنه الأجهزة الطبية والإمكانات الجراحية بالبصرة مو كافية لعلاج أيمن. تخيلوا نجم منتخب وطني وحرنا بيه بالمستشفيات. الله يساعد المواطن الفقير. بعد 18 ساعة من نقل أيمن للكويت، يصرح الطبيب الكويتي المشرف على حالة أيمن ويقول أنه التقارير الطبية اللي وصلتنا من أطباء العراق مو مطابقة ويا حالة أيمن أبدا. برغم التطمينات والإيجابية والحياة الوردية اللي سوقها الاتحاد العراقي، حالة أيمن خطرة جدا ومو بالريش. أيمن صار عنده نزيف ما بين شرايين القلب والرئة واحتمالية فطر أحد الأضلاع، وحطوا له بطل ونص دم بدون فايدة. كل هذا وبالريش. برغم استقرار حالة أيمن صحيا، يبقى عندنا كم سؤال. وزير الصحة الله يساعدك، محافظ البصرة شلونك خويا، رئيس اتحاد الكرة انت همين شلونك؟ شلون نريد نستضيف منتخبات عالمية ونصير مثل الناس واحنا نستعين ببلد رئيس اتحادنا يسميها محافظة؟ وصول ايمن الى محافظة العفو انا اسف من محافظة البصرة إلى دولة الكويت الشقيقة هو أقرب من وصوله إلى بغداد. بالنهاية نتمنى السلامة لأيمن وبقية ولدنا، وبالنهاية نريد نطلب من عندكم طلب كلش بسيط، شوية هلا بالبصرة، شوية مو هواية، لأن أيمن من انصاب ما وديناه للكورنيش اللي خابصنا بيه ذاك الرجال، وديناه غير دولة.